زي ما اتكلمنا عن الرباط الداخلي، في برضه ناس بتسأل عن الرباط الخارجي. طب هو الرباط الخارجي طريقة قطعه إزاي يا دكتور؟ وهل سهل علاجه والّا صعب؟ ولو علاجه سهل هل علاجه جراحة والّا أدوية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور هاني سليمان جراحة العظام والعمود الفقري والروماتيزم. إحنا هنتكلم النهارده عن قطع الرباط الخارجي. طبعًا إحنا للي شافوا الحلقة اللي فاتت إحنا اتكلمنا فيها كويس عن الرباط الداخلي، وقلنا كل ما يخص الرباط الداخلي، لكن طالما في رباط داخلي يبقى أكيد في رباط خارجي. الرباط الخارجي ده بيبقى ماسك الركبة من بره، برضه من أسفل عظمة الفخذ من تحت، من المفصل من تحت لأعلى عظمة القصبة، بس بيمسك كمان في عظمة الشظي، تمام؟ الرباط ده بيبقى أقوى جدًا من الرباط الداخلي، وقطعه صعب، وقطعه ما يجيش غير بالحوادث، والحوادث القاسية شوية، أو عيان جالنا العيادة، العيان ده عامل حادثة وركبته فيها مشكلة، طبعًا بندّي له الأدوية المناسبة لحد ما ركبته تهدى وترتاح، لأن الرباط الخارجي في الفحص إحنا مش هنقدر نفحصه غير لمّا العيان يرتاح، تمام؟ ولو عملنا رنين مباشرةً بيظهر تشويش في الرنين ما نقدرش ناخد بيها قرار، والعيان في نوبة الألم دي ما نقدرش نفحصه خالص. طيب بس لازم نطمن وإحنا بنشوفه على الرباط الداخلي، لأن إحنا قلنا إن الرباط الداخلي ده رباط طوارئ لازم يتعمل طوارئ، لو اطمأن قلبنا إن الرباط الداخلي سليم خلاص هنسيبه أسبوع مع العلاج والأدوية، وييجي لنا بعد أسبوع نبدأ نعمل فحص يدوي لركبته، وبناءً عليه نحدد هنحتاج رنين أو لأ، وغالبًا هنحتاج الرنين. طيب الرباط ده قلنا قطعه صعب، يبقى لازم قوة كبيرة عشان تقطعه، القوة الكبيرة ديّة هل هتقطع بس الرباط الخارجي؟ لأ، إحنا دايمًا بنقول الرباط الخارجي قطعه لازم يكون معاه حاجة، ضروري هيكون معاه مشكلة يا إما في الرباط الصليبي الأمامي أو الخلفي، وغالبًا هيبقى في الرباط الصليبي الأمامي. طيب العيان ده هنعالجه إزاي؟ هل هيتعالج بأدوية بس؟ لأ، العيان ده برضه لازم يعمل تدخل جراحي، لأن الرباطين يا جماعة اللي هما الداخلي والخارجي بالضبط زي الأربطة الصليبية، ضروري التدخل الجراحي فيها وتثبيتها في مكانها ونعملها صح، علشان الركبة هتألمنا جدًا وهتقعد طول عمرنا تفوت مننا وتألمنا لو ما عملناش التدخل ده، لأن هي هتبقى سايبة من ناحية، في ناحية هتفتح فيها الركبة ممكن توقعنا على الأرض ويزيد الوجع أكتر ويزيد الألم أكتر، والأربطة تتقطع لو كانت سليمة بعد الحادثة دي. طيب لما نعمل الفحص ده الرنين ونلاقي العيان معاه حاجة تانية زي الرباط الصليبي مع الرباط الداخلي، هل الاتنين يتعملوا مع بعض؟ أيوه الاتنين يتعملوا مع بعض، لكن لازم نفوت على العيان 15 يوم كمان، يبقى احنا ريحنا أسبوع في البيت وهندي له 15 يوم كمان علشان نطمن تمامًا إن أي التهاب في رجله راح، لأن صعوبة التدخل دلوقتي علشان الصليبي، الصليبي لازم الرجل تهدى علشان نعمله، ما يبقاش فيها تجمعات دموية، ما يبقاش فيها أي مشكلة عشان ما تعمليش انفكشن في وقت العملية وتدخلنا في مشاكل أكتر. فالعيان ده سهل جدًا إن احنا نصبر عليه، لكن نصبر عليه في السرير، ما يتحركش ويدوس على رجله لحد ما رجله تبقى تمام، وده غالبًا بياخد من 3 ل4 أسابيع بعد الحادث، وبندخله نعمل له الجراحة، نعمل رباط صليبي أولًا، وبعد كده بنفتح من بره الركبة نثبت الرباط الخارجي زي ما ثبتنا الرباط الداخلي باستخدام الأنكرز أو الخطاطيف، تمام؟ تأهيل العيان ده بيقعد مدة قد إيه؟ بيقعد مدة الرباط الصليبي الأمامي، يعني ده الأسهل إن إحنا نقول إن هي المدة بتاعة تأهيل الرباط الصليبي الأمامي والعلاج الطبيعي بتاعه هنقول على الأقل من 6 ل8 شهور، وبعد كده العيان يبقى كويس جدًا. طب في ال6 وال8 شهور دول العيان مش هيتحرك خالص؟ لأ، ده العيان هيتحرك وهيخرج يعمل جلساته وهيمشي في بيته، بس هيبقى لابس ركبة معينة اسمها ركبة تدريجية تبقى بدرجات علشان التاني والفرد بنخليه بدرجات في أول العملية، لأن إحنا معانا صليبي أمامي ومعانا كمان رباط خارجي، فالرباط الخارجي لازم نراعيه شوية في الحركة، تمام؟ فهي لازم يبقى لابس ركبة وبيتحرك عادي بعد أسبوعين 3 من العملية، لكن ما نقدرش لو شغله عنيف ما نقدرش ننزله شغل، لو بيلعب كورة ما نقدرش نقول له ارجع العب كورة تاني. طب هل ضروري عمل الرباط الخارجي؟ ضروري جدًا جدًا، لأن ده من أكتر الأربطات زيه زي الرباط الداخلي وزيه زي الصليب الأمامي والخلفي زي ما قلنا اللي بيحافظ على اتزان الركبة، لكن العيان لما يعمل التدخل الجراحي ويثبته كويس بيرجع نورمال وبيرجع طبيعي وما فيش مشكلة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.